هل كان هناك عرب في الجزيرة الكردية، سوريا، حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي؟ بقي لنا أن نقدم شهادة شخصية جاجانية معروفة، عزاة سليم بك، التي نشرها صبحي عبد الرحمن في كتابه كاليفورنيا الشرق، الجزيرة عام 1954. في هذه الشهادة يصف سليم بك جانبا من واقع الجزيرة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حيث يقول: كانت ماردين ونصيبين مركزيا حكومة بقصد الحكومة العثمانية، ولا يخفى أن بعد المسافة بين ماردين ودير الزور كان حوالي 200 كيلومتر، والمواصلات كانت على بعير وفرس وحمار، ولم يكن إذ ذاك ما بين ماردين ودير الزور إلا بضع قرى للأكراد في سهل ماردين الجنوبي في أطراف عامة، ونصيبين والدرباسية القديمة الواقعة ضمن الحدود التركية، وقليلا من الأعراب الشوايا مبعثرين على ضفاف الخابور جنوب الحسكة وضفاف الفرات. إعداد سردار رامان.